يا أهلا وسهلا. أهلا بكل قلب واعي يسمع الحلقة دي. حلقة النهاردة حلقة علاجية للقلب والعقل، وهنسأل بعض سؤال: هل صحيت مرة من النوم وكل حاجة حواليك عادية، بس في جواك حاجة مش مرتاحة، حاجة كتماك مش قادرة توصفيها، بس حاسس انك مش بخير؟ أنا كمان كنت كده. في الحلقة دي مش جاي أقولك كلام محفوظ، جاي أتكلم معاك من القلب للقلب. هنتكلم النهاردة عن الطاقة السلبية اللي أوقات بنعيش بيها سنين من غير ما نعرف إنها السبب في تعاستنا وفي تعبنا، في وجع مش مفهوم جوانا. دلوقتي هنقول يعني إيه طاقة سلبية أصلا. بصوا يا جماعة، الطاقة السلبية مش خرافة ولا مصطلح روحي، بس هي الشعور اللي بيخليك تتعب من أقل موقف، تتوتر من أقل كلمة، وتعيط من غير سبب. هي التفكير الزيادة والمقارنات ولوم الذات والزعل اللي ساكت جواك حتى وانت بتضحك. هي الذكريات اللي ما بتفرقكش، والناس اللي بيستفزوك، والمواقف اللي بتعيدها في دماغك كل ليلة. الطاقة السلبية مش بس حالة، دي بيئة داخلية بنعيش فيها، ودي علامات تقولك ان انت متحاصر بالطاقة دي. بتحس دايما انك تعبان بس كل تحاليلك سليمة، بتتجنب الناس وعايز تبقى لوحدك، وبتضحك وسط الناس وتعيط وانت لوحدك، حاسس انك تايه مش عارف انت ليه مكتئب اصلا. لو جاوبت بأيوة على اي سؤال من دول يبقى الحلقة دي ليك، وكملها للنهاية. واصلا احنا بنجيب الطاقة السلبية دي منين؟ اوقات بنتربى على ان احنا لازم نستحمل وما نعبرش عن ضعفك ابدا، وكمل وانت ساكت، فنكتم ونكتم ونكتم لحد ما جواك يبقى مليان وجع وساكت بس مؤذي. من تربية قاسية بقى، من حب مؤذي، من شغل بيستفزك، من مقارنات دايما مع ناس على السوشيال ميديا، من جرح قديم جدا ما تعالجش فضل يوجعك كل يوم وانت ساكت. الطاقة السلبية دي بتعمل فينا ايه؟ بتاكلنا حرفيا، بتحبطك وتضعف مناعتك، بتبعدك عن الناس، تخليك تبطل تحب وتبطل تحلم وتبطل تعيشي. عارف التعب اللي ملوش اسم؟ هو ده. كل ما تسكته يزيد. هي دي الطاقة السلبية باختصار. طب نعمل ايه وازاي نتحرر منها؟ مش لازم حياتك تفضل كده عموما. التغيير بيبدأ خطوة واحدة صغيرة، زي انك تعترف بالحقيقة لنفسك. قول انا متضايق، انا موجوع. صدقني اول مرة تقولها بصوتك بتبدأ تتنفس. اكتب كل حاجة جواك، مش لازم تكون كاتب شاطر يعني، المهم تفضي اللي في قلبك وفي عقلك على الورق. صدقني هترتاح. وخد مساحة من الناس اللي بتستفزك، ابعد عنهم. مش لازم تقطع، بس تحط حدود. واقفل موبايلك وروح اتمشى ساعة لوحدك مثلا. المشي علاج، والهدوء يعني معجزة. ابدأ عادة صغيرة تعالج بيها نفسك، زي قراءة، صلاة، تأمل، موسيقى مريحة، أي حاجة تبنيك من جوه، أي حاجة صغيرة بتحسي إن أنت مبسوط فيها. واتكلم مع حد بيريحك، ومش لازم يكون دكتور، ممكن يكون صديق بس قلبه نظيف. النصيحة الأخيرة: سامح حتى اللي ما يستحقش. سامح مش عشانه، لأ، عشانك انت. عشان الغفران بيحررك من طاقة الغضب اللي بتاكلك. ودي قصة واقعية جدا. أنا كنت أعرف بنت كانت دايما تضحك وتهزر وتبين إنها أقوى واحدة في الدنيا، بس كانت كل يوم ترجع بيتها تقفل أوضتها وتعيط فعلا. ليه؟ كانت طاقتها مكتومة، طاقتها كتمتها وخنقتها لحد ما وصلت لمرحلة خلاص مش قادرة تكمل.
عارفة اتغيرت امتى؟ يوم ما قررت تبقى حقيقية، سابت الناس اللي بتمثل معاهم، راحت لدكتور وكتبت كل حاجة على الورق وفضت دماغها. وفي يوم كانت كل يوم بتطلع تمشي على شط النيل لوحدها كل يوم. والنتيجة ايه؟ دلوقتي بتضحك فعلا بس مش عشان الناس، لأ، عشان نفسها. ودلوقتي هقولك ازاي نحافظ على طاقتنا. كل يوم قبل ما تبدأ اسأل نفسك أنا محتاج ايه؟ نظف دايما جواك قبل ما تنام. خلي دايما قبل ما تنام كده يبقى فيه جزء للامتنان والشكر للحاجات البسيطة اللي في حياتك. اعرف قيمة نفسك وافتح قلبك، دايما فيه نور مستني يدخل. يا جماعة، مفيش حد بيعيش مرتاح طول الوقت، بس في فرق كبير بين اللي بيحاول يعيش بنور واللي سايب نفسه للضلمة. حلقة النهاردة كانت محاولة نخرج بيها سوا من أي وجع ساكن فينا. لو حسيت أو حسيتي إن الكلام لمسك، ابعت الحلقة دي لحد محتاجها، واكتبلي في التعليقات تجربتك حتى لو بكلمة واحدة وأنا هرد عليك. وافتكر دايما اللي بيطفيك مش أقوى من اللي جواك. نورك عمره ما بينطفي طول ما انت عايز تنوره. وما تنساش تشترك في قناة قلب واعي وتفعل الجرس، لأن كل أسبوع في كلام جديد بيلملم القلب والعقل. واشوفك الحلقة الجاية.